اللي هيحصل لو طلبنا من اغلى محل كريب ضد ارخص محل كريب. والسلسله دي ببساطه عباره ان انا بطلب من ارخص محل بيبيع كريب ضد اغلى محل بيبيع كريب، والله ونشوف هل فعلا في فرق بين الاثنين ولا هل هو حوار براندات وخلاص. فمبدئيا كده باي حاجه قول لنا انت بتجيب كريب الفراخ عندك اللي هو الزنجر العادي جدا بتجيبه عندك بكام؟ فالمطعمين اللي احنا طلبنا منهم هو مطعم جاد، طبعا كلنا عارفين مطعم جاد غني عن التعريف جدا يعني. وتاني مطعم هو سبايسي كريب، بصراحه يعني برده ليه فروع كتيره قوي وشكله على وضعه. مبدئيا كده سعر الكريب عند جاد 80 جنيه وسعر الكريب عند سبايسي كريب 55 جنيه، فمبدئيا كده في 25 جنيه فرق يا زميلي. فوالله بقى نفتح ونشوف ال 25 جنيه دول راحوا فين. فنبدا باول واحد وهو جاد ونشوف ايه المكونات اللي معاه. مبدئيا كده الكيس بيجي لك والكريب محطوط في كيس ثاني جوه، ما اعتقدش ان دي اضافه يعني هتفرق معايا. هنفتح كده ده كده الكريب من عند جاد، تحسوا كده اللي هو متغرق موتزاريلا وفي جوه قوطه وفلفل وحوار يعني. فده الكريب من عند جاد والله تمام جدا. نسيبه على جنب كده وبعد كده نخش على الكريب بتاع سبايسي كريب. ده يعتبر هنا حاطط لك ورق فويل، ده ورق فويل وبرده نفس الماسكه بتاعت الاثنين. مبدئيا كده حاسس ان العجينه هنا اتهرت سيكه من السخونيه، ويعني حاسس ان الحشو بصراحه ما فيهوش ولا قوطه ولا فلفل ولا الكلام ده كله. انا بصراحه هنا عملت اضافه برده موتزاريلا عشان يكون يعني حاولت اوزن ما بين الاثنين. نبدا باول واحد وهو جاد، اللي بصراحه برده الحاجه اللي انا واخد بالي منها ان العجينه هنا ماسكه نفسها غير سبايسي كريب. بتحس ان العجينه يعني بصوا كده دي العجينه عند جاد واخد تحميره كويسه يعني. سبايسي كريب يعني تحسوا ان العجينه نفسها طريه مش زي جاد. فوالله بقى دي اذواق، في ناس بتحب العجينه تكون ماسكه نفسها وفي ناس بتحب العجينه تكون طريه. انا واحد من الناس بحبها نص نص، ما بحبهاش ولا ماسكه نفسها ومحمصه قوي، والطريه بحبها اكتر في الحلويات زي النوتيلا والكلام ده كله. فندوق الكريب من عند جاد، بصراحه حاسه مليان، فنقول بسم الله. وفي بصراحه حاجه برضه انا نسيت تاخد بالي منها، على قد ما جاد ب 80 جنيه بس ولا حاطط لك منديل ولا كاتشب ولا حاطط لك اي حاجه، يعني انت سعرك 80 جنيه فعلى الاقل اديني مثلا قيمه مقابل سعر، يعني حط لي مثلا اي اضافه معاه. لا بصراحه مش شايف اي حاجه معاه حرفيا، هو بس كريب بس متغلف شكرا. فالتغليف بصراحه مش هيكسب في الاثنين على قد ما جاد يعني سعره 80 جنيه ضد حاجه ب 55 جنيه، بس التغليف بصراحه ما بهرنيش، حاسه عادي خالص، مفيش في الاضافه او حط لي حاجه اللي هو انا حسيت لا يعني فعلا فرق السعر يستاهل، لا ما حسيتش ده بصراحه. طيب بصراحه الكريب من عند جاد عجبني جدا، حاطط كاتشب كتير ومايونيز كتير، هي بس فكره القوطه والفلفل دي ممكن الناس ما تفضلهاش قوي، بس بصراحه كفكره كاتشب وكفكره مايونيز لا بصراحه مغرقه، فتحس ان هو موجب عليه حلو قوي، بس على 80 جنيه فمعقول. فوالله هنشوف بس كريب هيجي يغلي عليه او هيجي يغطي عليه ولا لا. فندوق كده سبايسي كريب ونقول بسم الله. هي من اول قطمه انا خدت بالي من حاجتين، ان طعم تتبيله الفراخ هنا حلوه، بس برضو مشكله العجينه ان هي طريه قوي طريه قوي، يعني حاسس ان ما خدتش تحمير كفايه، بس بصراحه طعم تتبيله الفراخ لا حاسس ان هنا مميزه اكتر. بصراحه برضو اختلاف خدت بالي منه ان الفراخ عند جاد تحس ان هي نسيج مش مفرومه، على عكس سبايسي كريب ان الفراخ عنده هي مفرومه مش نسيج. ده بدايه برضو كده اختلاف ما بين الاثنين. انا هنا بصراحه مشكلتي مع سبايسي كريب ان العجينه فيه طريه، لو العجينه كانت ناشفه شويه كانت ممكن تخلي الفرق ممكن ما تلاحظش، لان على قد ما الفراخ هي مفرومه مش نسيج طعم التتبيله فيها حلو، بس اللي مضيع الحوار ده الكريب نفسه او العجينه نفسها ان هي طريه اوفر او طريه قوي، مش واخده مش ماسكه نفسها كده في التحميره. غير كده على قد ما هو يعني تحس ان هو محمص الكريب نفسه شويه، فبصراحه ده تحسب لجاد بصراحه. بس برضو هرجع لنقطه ان جاد مش حاطط لك ولا اي حاجه مع الاوردر، يعني ولا حاطط لك كاتشب ولا حاطط لك اي حاجه، هو تمام مغرقه جوه كاتشب ومايونيز، بس المفروض برضو كانت تبقى اضافه كده. انا اسمي انا برضو دافع حاجه ب 80 جنيه، يعني فكره ان الكريب ب 80 جنيه برضو حاسس ان هو غالي شويه، يعني ممكن بال 80 جنيه ممكن ازود عليه حاجه بسيطه جدا واجيب لي 2 كريب من اي حاجه ثانيه، من سيتي كريب مثلا او سبايسي كريب. ففكره انت ب 80 جنيه فلا ما تبخلش عليا، اديني حاجات اكتر من كده. فهل في فرق ما بين الاثنين؟ حاسس بصراحه ان التغليف مفيش اي ادنى فرق ما بين الاثنين، التغليف يعتبر في الاثنين نفس التغليف. في الطعم بصراحه لا في اختلاف في العجينه، في اختلاف في الفراخ نفسها، بس برضو هنرجع لنقطه ان سبايسي كريب 55 جنيه على 55 جنيه بصراحه طعم الكريب نفسه مش وحش، يعني طعم الفراخ نفسها تتبيله حلوه. على قد جاد برضو جاد على قد ما كده هو مجب عليك شويه، حاطط لك قوطه فلفل مكتر الكاتشب مكتر المايونيز الكلام ده كله، فمدي طعم الساندوتش. ممكن الناس تحب الاضافات دي، ممكن ناس ثانيه ما تحبش الاضافات، فكره انك حاطط لي قوطه وفلفل والكلام ده كله فما يحبش الاضافات دي، فهنا ممكن يروح لسبايسي كريب عادي جدا. اما الناس بقى اللي بتحب الاضافات والكاتشب والمايونيز كتير والقوطه والفلفل والكلام ده كله فهتروح لجاد. فبس كده اكتبوا لنا بقى تحت في الكومنتات كده ايه الحاجه التانيه اللي انتوا حابين هنجربها، نجيب ارخص حاجه واغلى حاجه ونشوف هل الفرق ملحوظ ما بين الاثنين ولا لا. وبس كده ما تنساش الفولو بتاعك، عاوزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت يا جدعان. وبس كده دي كانت نهايه الفيديو، لو عجبكم تعمل لايك فول البيج. سلام.